السلام عليكم أخواتي كي دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هالنهار قررنا نديرو واحد أنا صحابات ديالي نديرو واحد بحال فطور ولا ماشي فطور، غداء يعني غدا ولا عشا جماعي، كل وحدة وشنو دير. أنا قالولي ديري لنا الزيتون بالدجاج، كانت هذه هي الوصفة ديالي وكل وحدة وشنو جابت يعني معاها، ودرنا الغداء جماعي وحنا نديرو العشا، يعني ما عندناش الغدا، كنديرو العشاء اجتمعنا على 3 ولا، وهذا هو الطبق ديالي اللي درت لهم وعجبهم بزاف، وغادي نخليكم مع المقادير وشنو درنا في هاد الطبق ديالنا. وخوات بزاف سولوني كي درتي لها الدجاج وهما يعجبوهم، معنا صحاباتي شرقيات. المهم الدجاج كنجيبوه نغسلوه بزاف 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 بهذا بالحامض والملحة والخل، نغسلوه بزاف ونقطّروه نخليوه يعني يتقطّر مزيان حتى يتقطّر. ودابا هذه هي الوصفة، أنا عندي واحد الكاس كاس درت فيه الشعيرات ديال الزعفران الحُر، درت واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة، ودرت هنا هذا اللي كتشوفوا اللُّب ديال الحامض، واحد يعني واحد الحامضة كاملة نديرو لها اللُّب ديالها، واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم ولا 6، الملحة، قزبورة مطحونة، واحد هذا ديال petit بول هاكا ديال المعدنوس مقطّع، أنا كان عندي مفروم ويعني حاولت قطّعته فوق القطّاعة، يعني واحد النسبة زوينة ديال واحد الكاس ولا ديال المعدنوس. هنايا جانجومبر، تعرفوا بلي الدجاج يبغي جانجومبر بزاف، سكينجبير والخرقوم والبزار، الجانجومبر يتواتى مع بزاف مع الدجاج، يحيدلو ديك الزفورة وهنا صافي نبقاو ندخلو ديك الخلطة، نحاولو نمعسوها مزيان، نزيدو شوية الما ونبقاو نمعسو هاد الخلطة ديالنا باش تجانس كاملة مع داك الربيع مع الملح التوابل حتى والزبدة اللي درنا، وغادي نضيف واحد هذه اختيارية، إلا بغيتو ديروها ديروها، إلا مبغيتوش ديروها ما ديروهاش، واحد الضامة ديال الصفيفرة ديال نديرها غير باش تعطي اللون، ضامة ديال البنة ديال الزعفران. وهاد الدجاج باش يجيكم مزيان، يعني الوصفة باش تجيكم هي دابا راني ندير نحك ديك الضامة ديال الزعفران، سمن وزعفران. الدجاج باش يجيكم مزيان خصكم أولًا تكونوا غسلتوه مزيان ويكون ما فيهش الماء نهائيًا باش تجيو ديروا هاد العملية، يكون منشف ما فيهش قطرة ديال الماء، وكنديروا له هاد الخلطة اللي راكم تشوفوا معايا، كنديروها ونخليوه ليلة كاملة. يعني هادو هما السر باش تجي داك الدجاج يدخل فيه هاد الدغميرة ويعطينا البنة مزيانة، يعني ضروري يبات. وإلا كنتم معطلين ديروا له واحد المهم 3 سوايع ولا 2 سوايع. هنا زدت الحامض، درنا اللُّب ديال الحامضة، اللُّب ديال الحامضة مصيّرة درنا وحدة، وزدت دابا زدت واحد الحامضة كاملة العصير ديالها. يعني الدجاج يبغي بزاف الكمية ديال الحامض باش أولًا الدجاج كيحيدلو ديك الزفورة، داك الحامض شحال ما درنا فيه تحيد الزفورة وكيجي رطب، يعني يجي هشيش في الماكلة. المهم درت العصير ديال حامضة وحدة، صافي نمزجو كلشي هاد الخلطة، وكنبديو ندغمرو الدجاجة ديالنا، نقول ندغمرو، كندخلو هاد التتبيلة للدجاجة الدجاجة، يعني نديرو لها تحت الجلدة وبين يعني فخادها وبين يعني ندخلوها لداخل تاني، هاد التتبيلة ندخلوها كامل في الدجاجة،
يعني ما نخليوش حتى قنت ما نديرولوش، يعني كلشي حتى تحت الجلدة نحاولو نديرو، وأنا كنفحصهم شوية من جهة الصدر، كندير شي تقيبات من جهة الصدر باش يدخل، حيت هاذيك هي الجهة اللي خصها شوية قاصحة، خصها يدخل لها هاد التتبيلة. كما تشاهدوا كندير تقيبات نخلي هاذيك الدغميرة باش تدخل لداخل. تقدو ديروهم حتى تقيبات بالموس ولا المهم ديروهم تقيبات من جهة الصدر ومن جهة الفخاد، يعني غير تقيبات هاكا خفاف، يعني ما تقوهمش بزاف تاني تحلو لكم، تقيبات هاكا باش يدخل هاد التتبيلة تدخل لداخل. أخواتي كما تشاهدوا تاني كيما دخّلنا فيهم هاد التتبيلة درت لهم واحد العقدة بهذاك الخيوط ديال الدجاج، وصافي غادي نغطي عليهم ونخليهم يباتوا. هاد العملية درتها بالليل، وغدا ليه نوض في الصباح ننصبهم، صافي غادي نسد عليهم بواحد الميكا ديال الطبخ ونخليهم يباتوا باش غدا نوض نطيبهم. المهم هنا درنا الدجاج درت كيلو ديال البصل، درت واحد الكيلو درت قطعته مزيان ودرتو لتحت، ودرت أنا عندي طنجرة كما تشاهدوا، عندي طنجرة صغيرة، درت في واحد المرميطة زوج، وواحد المرميطة درت فيها وحدة، وهنا درت الزبدة، درت المهم واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة كنديروها فوق هاد الدجاج باش تعطينا ديك الترطيبة ديال الدجاج. هنا دوك القشاوش ديال الكبيدات والقنص درتهم في واحد الكاسرول، درت فيهم الملح والإبزار وورق زيت الناموسة وخليتهم يطيبوا. الزيتون درتو في واحد الكاسرونة ودرت عليه الماء، خليته حتى يعني واحد حتى بقى يغلي، ولحت داك الماء، ورديت المرق ديال الدجاج درتو في داك الزيتون وخليته يكمل الطياب ديالو. هاد العملية نديروها للزيتون باش ما يجيناش الزيتون مالح بزاف، نديرولو هاد الطريقة. صافي وخليت هنايا هادوك القنص رميتهم، وتا يعني شت يعني المرق بدا ينقص، وزدت هذيك الكبيدات لحتهم حتى هما مع المرقة ديال الدجاج، ونخليو هنا نبقاو نحركو وعيننا على المرميطة اللي حدانا حيت تقدر تلصق لنا، باش نخليو هاد العقدة تنشف، ها هي باقية قربت تنشف. صافي هنا المرقة ديالي ها هي وقفت، يبقى غير الزيت يطلع الفوق، والدجاجات فرججتهم حيدتهم داك المرق، درت لهم شوية الزبدة ودخلتهم في الفران كي طابو صافي تحمروا. هذا هو الطبق ديالنا، جا رائع شهي وبنين ولذيذ وعجبهم. اخواتي ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو، وان شاء الله نشوفكم فيديوهات اخرى جديدة،
ونتمناو الفيديو ديالنا يكون عجبكم هاد الطبق ديال الدجاج، ومع السلامة.